السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل ما نبدأ في أي شيء نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عاوزة منكم حاجة صغيرة، تدعولي إن ربنا يشفيني، لأن أنا اليومين دول بمر بوعكة صحية، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. دعوة حلوة منكم إن ربنا يشفيني ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ومش كوني ان بقول لكم ادعوا لي، انت حبايبي كل اللي معايا طبعا وكل اللي بيشوفوني، الناس الحلوه اللي بتحبني اللي قلوبها صافيه، دي اللي بتدعم القلب. اما الناس الحاقده، الناس اللي بتتمنى المرض لبعض والناس اللي بتتمنى الشر لبعض، دول ربنا يبعدهم عننا يا رب، ويا رب يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وكون ان اقول لكم برضو ادعوا لي مش ضعف، والله مش ضعف، لانكم انتوا حبايبي، كلكم حبايبي. عندي كلمة تانية عايزة أقولها. أنا قلت أبدأ الأول بالصلاة على النبي، وإنكم تدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم، الناس اللي بتحبني. في بعض البشر يا جماعة، مش عارفة أفسر حياتهم بإيه، لتصرفاتهم واللي هم بيعملوه ده. ما عنديش إلا الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الناس دي بتبقى مريضة، ربنا يبعدهم عننا. اما الحاجة الحلوة اللي انا شفتها دلوقتي، والله العظيم يا ولاد انا بكيت، والله فعلا دمعتي نزلت، ان الدنيا لسه بخير وفيها ناس طيبة كده وناس محترمة كده. ست بسيطة، ست بسيطة، عليها قروض وحالتها المادية صعبة جدا، يعني قاعدة في مكان يعني بسيط. بيقول لها انت نفسك في ايه؟ بتقول له نفسي اسد القروض اللي عليا. طب عندك اكل ايه؟ قالت له عندي عيش والملح. جابت العيش، رغيف عيش وشوية ملح، وادت له، خدت لقمة في بقها وادت له لقمة. شوفوا البساطة بتاعت الناس. بيقول لها نفسك في ايه تاني؟ هو سدلها القروض، نفسك في ايه تاني؟ قالت له نفس الناس تحب بعضها، نفس الناس تحب بعضها. والله كده انا اتأذيت من اقرب الناس ليا. بتقول له انا اتأذيت من اقرب الناس ليا، وفعلا الأذية ما بتجيش الا من اقرب الناس، الكلام الوحش ما بيجيش الا من اقرب الناس. فليه ما تحبوش بعض؟ ليه ما تحبوش بعض؟ فالدنيا لسه بخير، والشعب المصري كريم جدا 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 ورحيم ببعضه جدا جدا. والناس، الشعب ده طيب طيب بطريقة